بسم الله الرحمن الرحيم. زيت نزلنا عليه بصلة. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله هنعمل مع بعض الدمعة بالطريقة السودانية. وتوصل معانا البصل المرحلة دي بننزل عليها اللحمة، شوية بهارات حب، قرفة وهبهان وقرنفل والكزبرة مسحونة طبعا، وبننزل عليهم موية، والكلام ده كله نظري على حسب كمية اللحمة اللي عندكم. وبنغطي عليها، تاخد ساعة ونص او ساعتين في النار، وكده خلاص بنطلع اللحمة عشان ندوب البصلة. اخدت وقت كفاية، استوت اللحمة، وزي ما شايفين البصلة ضايبة على الآخر لأنها أخدت وقت كفاية في النار. بننزل عليها طماطم مبشور حبتين أو 3 ومعجون الطماطم بعد ما ندوب البصلة. وبننزل اللحمة، ملح وفلفل أخضر وثوم أو شطة خضراء، الشطة الخضراء اختياري. وبنغطي عليهم نخليهم يتسبكوا كده خلاص زي ما شايفين يتسبكوا معانا. بننزل معلقة صغيرة خالص سكر ونخليهم يتسبكوا مع بعض. خلاص اتسبكت معانا الدمعة، وزي ما شايفين طلعت الوش وبقت مية مية وتقيلة، واللحمة مستوية واللون أحمر وجميل عشان ما خطينا بهارات مسحونة، وطبعا الشطة المدقوقة. إن شاء الله يا رب تعجبكم، وبالعافية علينا وعليكم.